يا جماعة بالراحة شوية والله العظيم، ما ينفع كده، عيب عشان اخواتنا بس اللي عندهم كبت ومش لاقيين ومحرومين. ما ينفعش يبقى لسه 24 ساعة ما عدتش على ال 11 ونطلع نقول دلوقتي ال 12 يا اهلي. طب ازاي يا جدعان؟ يا جدعان في ناس مش متخيلة ان في رقم بعد الخمسة اصلا، هم لسه لحد دلوقتي بيقولوا الستة، مش متخيلين ان في رقم بعد الخمسة. فانت بالراحة على نفسك كده، بلاش ال 12 دلوقتي. طب اقعد حتى اسبوع يا راجل، حتى حوالي 10 ايام على الاقل، وبعد كده قول ال 12 يا اهلي. مش كده يا جدعان؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم اخواتي، معاكم احمد جزار. فيديو جديد، اتمنى من خلاله ما تنساش اللايك، ما تنساش الكومنت، ما تنساش الاشتراك والمتابعه. يلا بينا. النهارده يا جماعه عايزين نتكلم على نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الوداد والاهلي، واللي انتصر فيه الاهلي وخد ال 11 على مدار التاريخ، ويرقب بانه زعيم افريقيا وسيد اسياد افريقيا، وزي ما بيقولوا الناس كلها هو البعبع، وزي ما بنقول احنا برضه هو بابا الشغلانه، وزي ما الناس كلها عارفه ان هو كبير وهيفضل كبير طول عمره، وزي ما احنا عارفين ولسه الناس كلها هتعرف ان الاهلي يمرض ولا يموت. زي ما كانت في ناس كتير قوي بتقول ان الاهلي هيجي عليه وقت وخلاص هيقع ومش هيتقوم له قومه تاني غير بعد كام سنه، زي برضه بعض الناس اللي كانت فاكره نفسها ان احنا زيهم. لا، انا احب اقول لك يا صديقي ان الوضع هنا مختلف، وان الاهلي عكس اي توقعات او عكس اي حد ممكن انت يكون في دماغك او في تخيلاتك اصلا. الاول كده الف مليون مبروك طبعا لاخواتي الاهلاويه، والف مليون مبروك لكل الشعب المصري اللي داعم للنادي الاهلي، لكن اللي مش داعمين ملناش دعوه بيهم، زي اخونا اللي طلع طبعا في مطار المغرب يا جماعه قبل اللقاء وفي استقبال بعثه الاهلي، وقال لك ودادي ودادي ومترجي ومش عارف ايه. وشفت في الاخر حصل فيه ايه يا صديقي؟ لما شفتش، طب تعالى نوريك ايه اللي حصل. طب بعد ما شفت يا صديقي، انا حابب اقول لك ان مهما جيت على الاهلي او حاولت ان انت تستغيث في الاهلي او حاولت ان انت تضايق الاهلي، صدقني الاهلي هيجي عليك انت وهيضايقك انت في الاخر. فبلاش تعمل الشغلانتين بتوعك او الكلمتين اللي انت بتطلع بيهم عشان تطلع ترند او تاخد اللقطه زي ما بيقولوا، بس في الاول وفي الاخر اللقطه جت عليك انت مش لصالحك خالص. احنا كاهلاويه دلوقتي عندنا مشاكل كبيره قوي والله يا جماعه، صدقوش الناس اللي بتقول لكم ان الاهلي ما فيهوش مشاكل، بالعكس احنا عندنا مشكله يعني ازليه ومش عارفين حلها لحد دلوقتي. الاتحاد الافريقي او الكاف بعت لنا دلوقتي بيقول لنا انه احنا عايزين الشعار بتاعكم من جديد، واحنا لحد دلوقتي مش لاقيين والله مكان للنجمه ال11، مش عارفين هنعملها ازاي. طب احنا هنحط نجمه تحت النجمه مثلا، ولا هنكبر النجمه ديت وبعد كده التانيه تبقى صغيره؟ طب هنحط خمسه هنا وخمسه هنا ونسيب دي في النص تبقى 11، ولا هنعمل ايه؟ يا ريت كل الناس تقول لنا اقتراحات يا جماعه، النجمه ال11 تتحط ازاي، عشان الكاف منتظر مننا والله الشعار الجديد، واحنا لحد دلوقتي مورطين والمشاكل. يلا ربنا معانا والله يا جماعه.